كانت المبارزات الرياضية وحشية، فمصارعة المجالدين والدفع إلى مصارعة الأسود أو تقديم الأسرة لقمة سائغة للأسود الجائعة ضمن الحلبة كانت أمورا تقشعر لها الأبدان. كانوا يعودون الشعب على تسليات كهذه لتنحط أخلاقه، وتراجعت منزلة مجمعات الآلهة والمعابد المشيدة باسم الآلهة في المراحل الأخيرة بنسبة كبيرة، إذ اكتفى علم اللاهوت الروماني بتغيير أسماء آلهة اليونان كي يتمثلها. فمثلا كان فرجيليوس قد كتب ملحمته إنياس عن بناء روما باختصاره على حذو هوميروس في كتابة ملحمة طروادة، أي أنه تم تمثل جميع العناصر الثقافية بما فيها الآداب اليونانية والكتابات المسرحية والتاريخية والفلسفية بترجمتها إلى اللاتينية فحسب. بالرغم من ذلك فقد قدموا نتاجات مهمة، حيث كانت الخطابة فنا مؤثرا، وكانت اللغة الرومانية بحد ذاتها أسلوبا في المحادثة، كما أضيفت مسحة خاصة وبارزة على الملابس والهيئات رغم احتوائها تأثيرات الشرق العميقة. كانت اللغة اللاتينية قد حلت محل اللغة الإغريقية رويدا رويدا لتغدو لغة الدبلوماسية المثالية والمعيارية، ولغة رسمية في الأوساط العالمية. ولعملية الترجمة إلى اللاتينية نصيبها الوافر في الحفاظ على الكلاسيكيات اليونانية من الضياع، إلى جانب جعل السياسة فنا منفردا بذاته. بمجرد مقارنتنا بين ثقافتي روما وأثينا سنجد وبكل سهولة أن الجانب الأيديولوجي يطغى على ثقافة أثينا، في حين أن الجانب المادي والسياسي هو الذي يترك بصماته على ثقافة روما. لكن من المهم جدا الانتباه إلى كون كلتا الثقافتين تشكلان كلا متكاملا، وكأن الإسكندر وما أعقبه من ملكيات ومن ثم الرومان أنفسهم قد جنوا ثمار الأرضية الثقافية لأثينا، وكأنه من المحال تصور روما أو حتى نقلها نحو إمبراطورية عالمية دون التفكير بثقافة أثينا. لكن الأهم من هذا وذاك هو أن كلتا الثقافتين تعدان آخر أطوار تطور الثقافة الشرقية. بمعنى آخر وعلى النقيض مما يعتقد، فإن أثينا وروما لم تبدعا ثقافة وأمبراطوريتين أصليتين، بل هما ثمرة التغذي على الظروف المحلية للمناهل الثقافية الشرقية، والتمخض بالتالي عن تركيبة جديدة أرقى. فحتى أوروبا قد نجحت في إنجاز ثورتها الثقافية الكبرى بمزجها هذه المشارب الثقافية مع تركيبة روما وأثينا مرة أخرى، أي أنه من المحال تصور أوروبا خارج نطاق ميزوبوتاميا ومصر اللتين تشكلان مهد حضارات الشرق، كما أن التطورات التاريخية كل متكامل ضمن الواقع المادي الملموس. فالمدن المبتدئة بأوروك والمتكاثرة من بعدها هي مترابطة ببعضها بعضا كحلقات السلسلة، وقد لاحظنا كيف كان لكل حضارة أوروكها. هذا الأمر ليس محض صدفة، بل هو ديالكتيك المدينة، ويتجلى نفس الديالكتيك في سياق ولادة وانتشار الثقافة النيولوتية أيضا. من خلال هذا الإعداد والسرد المقتضب بشأن توسع المدنية يتبين مدى استحالة إضفاء المعاني على التطورات الاجتماعية في حال اجتثاثنا إياها من أرضيتها التاريخية والمكانية. من الراجح أن غزو العالم على يد أنظمة المدنية قد استكمل دورته مع المدنية الرومانية، بل وقد تم ولوج دوامة عميقة منذ زمن بعيد بإعادة فتح المناطق المغزوة سابقا. أما حروب إعادة الفتح التي تدور رحاها فيما بين المدنيات فتتميز أساسا بطابع النهب والسلب، لأن طبائع المدنيات متشابهة، فالهم شاغل لها جميعا ليس سوى الانسياق وراء مطامعها في نهب إرث السمسرة المتراكم وأحكام قبضتها الاستملاكية عليه. أقصد باصطلاح السمسرة واردات الملوك، سواء تحولت إلى ملوك خاصة أو ملوك الدولة، فجميع القيم المستولى عليها بعد إشباع بطون العاملين في الأراضي تعتمد على ذريعة الملكية وتعتبر سمسرة. بالتالي فالتوسعات المرتكزة على تصارع المدنيات وتداول زمام الحكم وقوامها تدمير القيم أكثر من كونها إبداعا لقيم جديدة. لدى الالتفاف إلى الوراء سنرى بنظرة خاطفة أن المرحلة المبتدئة مع الآشوريين تفردت عن مثيلاتها المنصرمة بنهب القيم الحضارية، إذ يستفرد الأباطرة الآشوريين بذهنية التباهي بالاستيلاء الشهواني على المدنيات الحثية والهورية والفينيقية والمصرية، ويعتدون ببناء القلاع والأسوار من الجثث، وكأنهم بذلك يعترفون بهذه الحقيقة بجلاء لا تشوبه شائبة،
إنها حقيقة كون حروب المدنيات وصراعاتها وحشية ومروعة، هذا وكان هيجل قد وصم المنطق عينه بمذابح التاريخ. فعندما تكون دوافعها قائمة على تغيير أصحاب الملك والثروة السمسارية، فمن المحال احتمال تحققها بطريقة أخرى. ففي الطرف الأول هناك مجتمع حضري حياته مرهونة تماما بالثقافة الحضارية، وفي الطرف المقابل هناك مجتمع آخر طامع في نهبها وسلبها. وبما أن نيل أحدهم مراده متوقف على تجريد الآخر من كل قيمه المادية والمعنوية وفصله عنها، فلا يبقى بالتالي أمام هذا الآخر إلا الزوال والفناء. فحتى لو استسلم فلن تنتظر شريحة المقتدرة من الآهلين سوى الهلاك الذريع، استملاك الأطفال والنساء وقتل الشبان اليافعين قاعدة مفروغ منها، وهنا تكمن المأساة. حلل المتنورون اليونان هذا الوضع جيدا، وكتبوا أكثر القصص مأساوية عن العصر الكلاسيكي. تعد الملاحم السومرية أيضا قصصا مأساوية ومماثلة، فكأن مرثيات نيبور ولعنات أكاد تنبئنا بحال بغداد اليوم. هذا وتتميز الإمبراطورية البرسية أيضا بشهرة مشابهة. نخص بالذكر إعاقة شواطئ إيجا من التطور المستقل، ما تسبب في إحدى أكثر خسائر التاريخ مأساوية، وقد لجأ الإسكندر فيما بعد إلى المنطق نفسه، وكأنه مدحلة أسطوانية تدهس النمل وتبيده بوطأته الثقيلة. من هنا غدت الملكية الإلهية عنوانا يتحقق دوما بسحق البشر ودهسهم كالنمل. يبدو أن مثل هذه التطورات تتغلغل إلى الأنا لدى بعض الناس، فما فعلته روما قد لا يعتبر إلا وصولا بهذا المنطق إلى ذروة التفنن به. أما هذه الدوامة العميقة وتداول السلطات بشكل مروع والقضاء على الأصحاب القدامى وأتباعهم معا، أو الاستفادة منهم كأسرى، فإذا لم يكن كل ذلك عملا لتقزيم ضمير الإنسانية وإماتته، فماذا عساه يكون؟ لدى البحث في الأديان التوحيدية سنجد أن مناهضتها لأنظمة المدنية النظيرة للأديان التعددية والتوثينية ومعارضتها إياه بذهنية وممارسة عملية جديدتين يعتبر إحدى التطورات التاريخية الثمينة. ولأن كانت بعض التوسعات المدنية استمرت استنادا لهذه الأديان، إلا أنه من الواضح دون ريب أننا في مواجهة تطور مغاير. لنقم بتفسير هذه الانطلاقات ضمن بند منفرد. 4. مراحل مجتمع المدنية وقضايا المقاومة. لدى سقوط روما في نهاية القرن الرابع لا تنهار معها فقط مدينة ومدنية مقرونة باسم تلك المدينة، بل وتنتهي معها حقبة طويلة شهدت كافة مدنيات العصور الأولى والعصور الكلاسيكية. لقد جرت العادة أن تسمى القرون اللاحقة لها بالعصور الوسطى، والتي طالما تستذكر باسم عصر الظلمات، إلا أن هذا النمط من التسمية يتأتى من طراز تأسيس علم التاريخ، ولا يشتمل على معان عميقة، بل ويطغى عليه الجانب المفسد للمعنى. أما تسمية العصور الوسطى باسم آخر كالعصر الإقطاعي فتنبع من طريقة تشكل المجتمعات وفق المفهوم الماركسي للتاريخ على وجه الخصوص، فكأن التوصيف الإقطاعي ألصق بها إكراها على الصعيد الاجتماعي فلا يعطيها المعنى العميق، بل ومثل ما بينا قد يخدم خلط المعاني أكثر. في حين أن تفسير انهيار روما على أنه تفكك كل النظم العبودية في العصور الأولى والكلاسيكية قد يؤدي إلى التعمق في المعنى أكثر، علما أن إرجاع أصول الإنجيل الذي يعد منافسه المسيحية صاحبة النصيب الأوفر في هذا الانهيار إلى العهدين السومري والمصري يعبر عن تكامل هذه العصور. ولكن من الجهة المقابلة الأمور عينها تسري على ثنائية الإسلام والبيزنطيين أيضا. حسب رأيي فالمرحلة اللاحقة لروما تتطلب تفسيرا مغايرا. من هنا ولو من باب التمهيد فإن نعت العصر الجديد بالعصور الوسطى المظلمة وعصور المسيحية والإسلامية المنيرة بعيد عن إضفاء المعاني اللازمة للوقائع والمجريات، بل ويحرفها. قمنا طيلة تقييمنا للمدنية بتناول أو بالأحرى برصد مدى أهمية ميزة التأسيس لدى الكهنة، ثم رأينا كيف قضى أصحاب النفوذ السياسي والسلطان العسكري على عهد الكهنة ليتركوا بصماتهم بنسبة ساحقة على سياقات المدنية. كما سعينا عبر تفسيرنا المؤثر إلى تبيان صراع ثقافة المدنية عموما ضد الثقافة النيولوتية، وكيف سعت إلى تضييق الخناق على ساحاتها واستعمارها وصهرها في سبيل القضاء عليها، وشددنا على ضرورة إدراك أن صراع الثقافات يتعدى الصراع الطبقي الضيق ويفوقه أهمية، بحيث يشكل الصراع الطبقي جزءا منه.
علاوة على أننا قيمنا صراعات المدنيات على أنها سلسلة مذابح دموية. يلوح لي أنه من المفيد إعادة تفسير كل ما شرحناه سابقا ضمن نطاق مصطلحين اثنين: الثقافة الأيديولوجية والثقافة المادية، ذلك أني أولي الأهمية لتسمية فرناند بروديل للثقافة الرأسمالية بالثقافة المادية، أما عدم حصر هذا المصطلح بالمدنية الرأسمالية فحسب، بل وتوسيع نطاق استخدامه ليشمل كل الحضارات الطبقية والمدينية والدولتية، فسوف يزيد من فرص التحليل لدينا، إذ استمر الفصل بين الثقافتين المادية والمعنوية بلا انقطاع طيلة مراحل المدنية، بدءا من تأسيسها وحتى عصر الرأسمالية. هذا وتعد الرأسمالية المرحلة الأخيرة لهذا السياق، وتشكل ذروته على صعيد الثقافة المادية، إضافة إلى أن الثقافة الأيديولوجية يمكن تسميتها أيضا بالثقافة المعنوية، ومن ثم بعلم المعنى. تواجدت هي الأخرى منذ البداية، وعليها أن تحقق ذروتها في عهد سوسيولوجيا الحرية المتزامن مع العصر الرأسمالي. وإذا تناولنا أبحاثنا وبدأنا بها وفق هذا المنظور، فسوف نضاعف من قدرتنا على إضفاء المعاني على العلاقات والصراعات الكائنة بين الحضارة والثقافتين المادية والأيديولوجية، من حيث كونهما مقاومة مضادة لها طيلة التاريخ الحضاري. من جانب آخر، سنتمكن بذلك من عقد العلاقة بين العصور الوسطى والحداثة الرأسمالية وبين سوسيولوجيا الحرية، لنتسلح بتقييمات ثمينة بشأن معنى الحياة الحرة على صعيد الثقافة الأيديولوجية. من هنا غالبا ما ستكون الشروح التي سأطرحها عملا تجريبيا متعلقا بتأسيس سوسيولوجيا الحرية بناء على السرود المطروحة حتى الآن، والتي تناولت الثقافة النيولوتية وثقافة المدنية، في حين سنعمل على طرح جهودنا الأصلية في تأسيس سوسيولوجيا الحرية بعد سرد ملاحظاتنا بشأن المدنية الرأسمالية ضمن آفاق أوسع.